منين انه الاعلام يسلط الضوء على شي موقع اثري راه هو سلاح ذو حدين. اذا شفنا ذاك البرنامج ديال امودو كيدار البرنامج وراه شفنا مشينا لتيكليت مشينا لجمع المناطق كان معنا الاستاذ عبد اللطيف انا الاستاذ بوبريك وراه مباشره كيجيو الحسابات ديال الاثار وكذا يعني كيوريهم المنطقه من بعد كيجيو كينهبوها بطريقتهم ويعني بطريقه بحال داك الشيء في الخلا ما عنده اهل وما عنده شي كيدوه. هذا من جهه. اذا هذه المساله ديال الامنيه ولا شيء خصوصا في الجامعات كتبقى فيهم الطرق واحد السريه ديال الطرق صغيره فيها 5 طراكين ولا 4 طراكين ولا شي كيديروا واحد الدوريات يعني على الطريق الجهويه الطريق المعبده يعني المناطق الاخرى اللي قد يجي الانسان. حنا كنا في جمعيه الاوراق الصحراويه ضمن واحد الرحله للشباب ديال الجمعيه دوين مذكور وهي السراجين تصادفنا واحدين الله خرج واحد الكنز من حدا داك الطريق كاين مجموعه من الناس لقينا واحد الجهات اجنبيه فهم كاين مجموعه من المسائل. اذا الاثر ديالنا حنايا يعني مباح الناس يدوه يعاودوه كما قال الاستاذ بوبريك يعاودوا يسمعوا به الامم اللي ما عندهاش تاريخ راه تبدي يدوا لشي دول اخرى ويسمعوا به التاريخ ديالهم. هذا من جهه. بالنسبه لواحد السؤال بالنسبه للسيبيرو هذه المسائل الثانويه باش نتناولوا حنا الاعلاميين خصنا معطيات دقيقه كتكون في الدراسات اللي كتكون في الاستطلاعات اللي كتكون في المسائل يعني خصنا شي معطيات حنايا كنبداو نتكلموا واحد المشروع ولكن خصنا ديك المعطيات الدقيقه وحنا المعطيات الدقيقه ربما داك المستثمر اللي يجينا هنايا يجي لطنطان ولا يجي اللي يجي لتيغمرت ولا يجي لاسرير ولا يجي لفاسك ولا يجي لاسا ولا يمشي لشي منطقه هذه الجهه هذه يبني هذوك المعطيات الدقيقه. وما حنا انه باش نكتبوا وكذا وكذا راه حنا كنكتبوا ولكن حنا راه عندنا واحد النقص المعطيات الدقيقه. مثلا هذيك القنطره اللي كتبنى دابا عندنا في ديال واد رها قنطره كبيره تبارك الله يعني واحد المشروع كبير وحتى ذاك المقاول ربما دار فيه واحد المجهود. مشينا عند الناس ديال التجهيز قال لهم الله يخليكم راه عندنا واحد نسخه واحد العدد الورقي ديالنا وكذا وعطانا المعطيات. مشيت عندهم جنوب ثلاثه شفتهم كذا ولكن درت واحد المجهود جبت تصاور من الفيسبوك جبت شي معطيات جبناهم قليلين السيد اللي حنا قليلين ونشرت الجريده مشيت ديتها لذاك الاساس اللي عندي كاين ذاك المرفع قلت له خليك اعطيه هذا السيد شاد دابا قول له الصفحه رقم 4 هذاك الموضوع اللي قلت لك هذا درت شي مجهود وهو تحياتكم كاملين. شكرا سيد الرئيس على المداخله القيمه. اعطي الكلمه الاخيره والمداخله الاخيره وختام